فيلمنا النهارده هيغير فكرتك عن راقصات الباليه، لأن البنات اللي طول عمرنا بنشوفهم رمز للهدوء والرقة هيطلعوا أخطر آلات قتل ممكن تشوفها. معارك بالرصاص بقى ومطاردات من غير رحمة، وانتقام هيولع عالم القتلة بالكامل. وزي ما عودتكم الخلاصة في آخر دقيقة. بيبدأ الفيلم ببنت ماسكة لعبة راقصة باليه، لكن الغريبة إن اللعبة متغرقة نزيف والبنت كمان وشها بينزف. بعدها بنرجع بالزمن شوية وبنروح على إيف، ودي بقى طفلة رقيقة وجميلة وبتبقى قاعدة على البحر، وبنشوف والدها خافير بيجيب لها لعبة جواها راقصة باليه وبيرقص معاها الباليه ونفسه يشوفها باليرينا كبيرة. بيعرفها انها كل ما بتكبر بتبقى شبه اختها جدا، لكننا بنشوف ايف بتتضايق ومش حابة تفتكر اختها دي اصلا. بعدها بيروحوا على البيت وايف بتبقى بتلعب بألعابها في اوضتها ومعجبة قوي باللعبة الجديدة. في الوقت ده بنرجع للبحر من تاني، بنشوف عصابة مسلحة بيطلعوا كده من تحت المية زي الضفادع وشكلهم خطير جدا، وبيمشوا يخلصوا على كل اللي يلاقوه في طريقهم. فجأة بيدخل واحد منهم لبيت خافير وبيفضلوا يضربوا في بعض، وخافير بيخلص عليه وبيرميه من على السلم. هنا خافير بيسمع صوت حد تاني فبيرمي عليه قنبلة دخان وبيجري على أوضة بنته وبيقول لها تعمل اللي علمه لها. يعني معنى كده إن خافير كان مستني العصابة دي تهجم على بيته. بيخبي البنت وبيخرج للعصابة وبيفضل يطحن فيهم ولا كأنه من شوية كان بيرقص باليه، وأنا اللي قلت عليه عيل طري. بعدها بقى بيرمي عليهم قنابل دخان تاني وبيفضل يضرب في المجموعة اللي بعدها، وإيف بتبص عليه من ورا الباب ومستغربة أبوها الكيوتة ده إزاي بيخلص على العصابة دي كلها لوحده. أخيرا العصابة بتوقعه على الأرض، وطبعا إحنا حسدناه. هنا بقى بيدخل له الراس الكبيرة وبيقول له ليه كده يا ابني؟ ده احنا حبيناك واحتضناك وجوزناك بنتنا وانت طلعت كلب ولا تسوى 3 أحمر. انت عملت ايه في مقابل ده كله؟ طمعت في حاجة غيرك يا كلب، ومراتك ماتت بسبب وسختك. ايه يا سكر، كنت فاكر نفسك هتقدر تهرب مني انا؟ لا، فين البت ياض؟ هنا بقى بنشوف خافير سوري يعني بيتف عليه، وده بيخلي رئيس العصابة يتجنن منه. بيديله مسدس مفهوش غير طلقة واحدة وبيقول له يا تموت نفسك يا تموت بنتك. طبعا لو موتني انا هتموتوا انتوا الاتنين. طبعا خافير هيختار يموت نفسه وبيحط المسدس في دماغه، لكنه بيضرب الطلقة بعيد وبيقول له يعجن في العصابة دي من تاني. بعد ما بيخلص عليهم بيمسح لبنته دموعها وبيقول لها ما تعيطيش يا امال، اقصد يا ايف، وبياخدها وبيخرج من البيت، لكنه بيحط لهم قنبلة قبل ما يخرج. في اللحظة دي بيقدروا يصيبوه. بنشوفه بيفضل مستحمل الإصابة لحد ما بيخرج بنته بره البيت وبينفجر المكان كله باللي فيه. طبعا بنشوف رئيس العصابة بيخرج قبل الانفجار. أما خافير فبعد ما بيوصل بنته لبر الأمان بيقابل وجه كريم، وبكده إيف بقى ملهاش حد تاني في الدنيا. بنرجع تاني لأول مشهد، بنعرف إن البنت اللي كانت قاعدة ووشها بينزف هي إيف. هنا بقى بيجي واحد بيعرفها إن أبوها كان حابب يبعدها عن حياته اللي هو ما كانش له يد فيها، وطبعا إيف لسه ما تعرفش حقيقة أبوها. الراجل ده بياخدها وبيروح علشان يعرفها بعيلة أبوها وبيوديها للمسرح، وهنا بتقابل مديرة المسرح بتعرفها إنها تعرف عنها كل حاجة وإنها عاوزاها معاها في فريق روسكاروما. لما إيف بتخرج من عندها بتقابل وينستون بتشكره إنه جابها المكان ده لأنها ما كانتش عارفة هتروح فين. وبعدها بتتعرف على النوجي ودي تبقى عضوة في روسكاروما، وبتعرفها إن والدها كمان كان عضو في المنظمة، وإن المنظمة دي ليها وشين، وش كله دمار وعنف والوش التاني منقذ للخير. وبتقول لها إن هي اللي هتقرر هتختار أنهي وش. بعد 12 سنة بنشوف إيف وهي بتتمرن على الباليه جوه المنظمة، وبنشوف على كتفها وشف المنظمة، والواضح إن التدريبات قاسية جدا لدرجة إنها بتخلي رجليها تنزف، والمديرة بكل قسوة بتقول لها تروح تعالج رجليها بدل ما يجي لها تسمم دم. وبترجع إيف على أوضتها وهي متضايقة من معاملة المديرة ليها وبتبقى حاسة إنها بتكرهها. بنشوف رجليها متعورة جدا لكنها مصرة إنها تتقدم بسرعة علشان تنفذ خطتها. بس يا ترى إيف ناوية على إيه؟ وإيه سبب التدريبات الشاقة دي؟ بعدها بنشوفها مش بس بتتدرب على الباليه، لأ دول كمان بيدربوهم على القتال وعلى ضرب النار وإزاي يفكوا الأسلحة ويركبوها في غمضة عين. وبنشوف نوجي بتدربهم على إن الواحد علشان يقدر يهزم اللي قدامه لازم يكون قاتل ويفكر زي القتلة، وإزاي برصاصة واحدة ممكن يغير مجرى الأحداث. بعدها بتديلهم مهمات حقيقية وهي ازاي الواحد يحمي اللي معاه بأي تمن. بنشوف إيف بتفشل من أول ثانية إنها تحمي الرهينة اللي معاها، وعلشان كده بتتمرن تاني وتالت، وفي كل مرة التدريبات بتبقى أصعب عليها. علشان كده الناجي بتديها شوية نصايح وازاي تستغل نقاط قوتها وتقاتل وتكسب بأي طريقة كانت حتى لو بالغش. من اللحظة دي وحياة إيف بتبدأ تتغير، بتبدأ تفكر بأسلوب مختلف عن قبل كده، وده بيخليها تنجح والأول مرة إنها تحمي الرهينة اللي معاها وتكسب الخصم في مباراة القتال كمان. لا وبتؤدي رقصة الباليه مظبوطة المرة دي من غير ما تعور نفسها.
في الوقت ده إيف بتلاحظ إنهم مشوا صاحبتها تاتيانا من المنظمة، وده بيضايقها جدا، لكن المديرة بتعرفها إنهم مشوها لأنها ما كانتش بتحب القتل ومش متعطشة ليه، وإن المنظمة دي بتطلع قتلة مش راقصين باليه، وإن الباليه ده شعار بيستخبوا وراه مش أكتر. هنا بقى إيف بتطلب منها إنها تنزل أرض الواقع وكفاية تدريبات لحد كده. طبعا المديرة بتبقى معجبة بإيف وإنها بتحب روح الانتقام، علشان كده بتديلها آخر تدريب في المنظمة، وهو إنها تركب سلاح بأقصى سرعة وتخلص على اللي قدامها قبل ما تخلص عليها. بنشوف البنت اللي معاها في التدريب بتعرفها إنها هي بس بعد 10 سنين، وإنها توصل لنفس المصير. هنا إيف بتركب السلاح في ثانية إلا ثانية وبتخلص على الخصم اللي قدامها، وبكده تبقى خلصت التدريبات علشان تبقى قاتلة، تقولش هتبقى دكتورة. في اليوم ده بتبقى إيف قاعدة في أوضتها وبتسمع صوت دوشة، ولما بتتسحب علشان تعرف فيه إيه بتشوف واحد جايبينه يعاقبوه لأنه فشل في إنقاذ كلب، وبيلغوا اشتراكه في روسكاروما وبيختموه بالختم. إيف بتستنى لما بيخرج من عنده المديرة وبتعرفه إنه عارفاه وإنها معجبة بيه واللي بيعمله لأنه البعبع، بتبقى عاوزة تعرف منه إزاي تبقى زيه، لكن البعبع بينصحها إنها تهرب من المكان ده بأسرع وقت. طبعا إيف مش هتسمع كلامه لأنها أخيرا حققت حلمها وهتاخد أول مهمة حقيقية ليها، وهي حماية واحدة اسمها بارك. بنشوف نوجي بتسلمها السلاح اللي هتحتاجه في العملية وبتعرفها مكان الكازينو اللي هتلاقي بارك فيه، وبتروح إيف وهي مبسوطة بأول مهمة ليها، وبتكلم نوجي في السماعة اللي في ودنها وبتعرفها إنها شافت البنت، وفي اللحظة دي بتشوف حد بيقرب منها وبتجري بسرعة علشان تحميها، لكن للأسف العصابة دي بيضربوها وبيرموها على الأرض. ما هي رايحة لهم بفستان سواريه وجزمة كعبها 10 سنتي، ما كان لازم يستهتروا بيها يعني، لكن إيف مش بتستسلم، بتقوم لهم وبتضربهم وبتخلص عليهم واحد ورا التاني. وهنا بقى بيهجم عليها 4 من العصابة بيفضلوا يضربوها وبيشغلوها عن هدفها، وبنشوف رئيس العصابة بياخد بارك وبيمشي بيها. هنا بقى إيف بتتجنن لأنها تخسر أول مهمة ليها، بتقوم بسرعة وبتفضل تكسر في أفراد العصابة بحتة حديدة، وبعد ما بتخلص منهم بتروح ورا بارك وبتقوم ما بينها وما بين رئيس العصابة معركة طاحنة، بيفضل الراجل يمرمط فيها وهي مش بتبقى قادرة حتى تدافع عن نفسها، لكن إصرارها بيخليها تقوم وبتضربه بشاكوش، وخلاص بقى خلصنا منه. بتروح لبارك وبتقول لها ما تخافش وإنها تحميها، وطبعا إيف بتقدر تنفذ مهمتها بنجاح وبيكافئوها بوشم على ظهرها ب6 جناحات، وبنشوف المديرة وهي فخورة بيها. بعد شهرين بنشوف إيف في مهمة تانية وبتنفذها كويس جدا، وقبل ما بتسيب موقع المهمة بتتأكد إن تحول في حسابها 750,000 دولار. أيوة بقى الموضوع بقى مربح وفيه فلوس كتير. بتخرج من المكان وبتركب عربيتها من غير أي إصابات، ده حتى شعرها ما تنعكش، لكن المفاجأة بقى إن في عربية بتيجي بسرعة جدا وبتخبط في جنب عربيتها، وبيفضل الشخص ده مطاردها وبيضرب عليها رصاص. هنا بقى بنشوف إيف بتقف بعربيتها وبتضرب عليه رصاص، وبعدها بقى بتهجم عليه وبيفضلوا يدغدغوا في بعض، واخيرا إيف بتقدر تخلص عليه بعد ما بيكون جرحها في كتفها، لكنها بتستغرب لما بتشوف علامة إكس على إيده، بتفتكر إن دي نفس العلامة اللي شافتها على إيد واحد من اللي هجموا على والدها. وبتمشي إيف وبتروح لمديرة روسكاروما وبتبقى واخده لها إيد الراجل اللي عليها العلامة معاها، بتسألها عن العلامة دي. على فكرة كان ممكن تصورها عادي بدل ما تاخدها كده، لكن إيف شكلها كده حبة الشربات الأحمر. هنا المديرة بتعرفها إن دي جماعة خطيرة جدا وإنهم عاملين اتفاقيات معاها علشان محدش فيهم يأذي التاني، وبتطلب منها تبعد عنهم وملهاش دعوة بيهم بدل ما يخلصوا عليها. طبعا إيف بدماغها الناشفة مش هتسمع كلامها، بتمشي من عندها وبتروح لويلسون في فندق الكونتيننتال، وطبعا بقاله زمن ما شافهاش، بتقول له إنها رايحة له علشان الجماعة اللي خلصوا على أبوها. طبعا ويلسون بينصحها تبعد عنهم لأنهم خطيرين جدا، ومش بس بيقتلوا علشان الفلوس، لا دول كمان بيعملوا كده للمتعة، واللي بيدخل عندهم ما بيخرجش تاني، وهو خايف عليها. طبعا إيف مش مقتنعة، علشان كده بيقرر انه يساعدها وبيعرفها انهم بينزلوا في الفنادق بتاعتهم وان في واحد منهم موجود حاليا في فندقهم. بيتصل ويلسون على الاستعلامات وبيجيب لها بياناته ورقم الغرفة اللي نازل فيها وصورة كمان من بطاقته الشخصية واسمه دانيال. طبعا إيف ما بتكدبش خبر، بتروح تجيب حاجتها وبتروح له على الفندق وبتحجز أوضة هناك جنب أوضته بالظبط، وبنلاحظ ان في ناس تانية في الفندق مراقبين دانيال، بياخدوا بالهم من إيف وهي بتدخل من بلكونتها لأوضته، ولما بتدخل إيف بتتفاجئ بطفلة صغيرة موجودة معاه، وعلشان كده بترفض القتال. بتسأل دانيال عن الجماعة اللي علامتها على إيده، وهنا بقى دانيال بيفهمها انها في خطر وانها لازم تبعد عن الجماعة دول، وانهم اصلا موجودين في الفندق وعاوزين يخلصوا عليه علشان ياخدوا بنته. في الوقت ده بتهجم عليهم الجماعة وبيفضلوا يضربوا فيهم. بنشوف إيف بتحمي دانيال لحد ما بيخرج من الأوضة بسلام ومعاه بنته.
اما ايف فبتخلص ضرب في اللي معاها وبتروح ورا دانيال، بنشوفه بيموت في افراد الجماعه علشان يحمي بنته. بعدها بيقابل ايف في الاسانسير وبيعرفها ان دول طائفه وان محدش بيقدر يخرج منها لا هو ولا عياله، علشان كده عاوزين بنته إيلا علشان يضمنوا وجوده وكمان يزودوا عضو في الطائفه، وبيطلب منها تساعده يخرج بنته من المكان ده علشان ياخدها ويهرب، لكن ايف بترفض لانها جايه لمهمه محدده. هنا بقى دانيال بيعرفها انها لو حمت بنته معاه هيعرفها مكان الطائفه. فعلا ايف بتقدر تحمي البنت معاه لحد ما بيخرجوا بره الفندق، لكن للاسف الطائفه بتخلص على دانيال وبياخدوا الطفله. اما ايف فبيسلموها لامن الفندق، وبعدها بتخرج بقى من عندهم وبتروح لواحد بيبيع اسلحه وبتطلب منه يديلها سلاح قوي لانها ناويه تطارد جماعه خطيره، وبتوري له علامه الاكس بتاعتهم وبتساله اذا كان يعرفهم، وطبعا الراجل بيسكت وبيرفض يتكلم عنهم، وبينزل معاها للمخزن علشان يوريها الاسلحه اللي عنده. فجاه بتهجم عليهم افراد من الطائفه بيفضلوا يضربوا فيهم، وايف بتقدر تهرب من المخزن وبتخرج بره وبتضرب عليهم قنابل يدويه وبتخرج بره تخلص على كل اللي باقيين. بعدها بترجع للمخزن وبنشوف الراجل اللي بيبيع لها الاسلحه بيقرر انه يخرج عن صمته وبيعرفها فين مكان الطائفه دي، لكنه بيعرفها ان مفيش اي حد دخل هناك وخرج تاني. هنا بقى ايف بتطلب منه عربيه وبتاخدها وطيران على هناك. في اللحظة دي بتتصل عليها مديرة روسكاروما وبتعرفها ان اللي بتعمله ده خطر على الكل وانها انانية وما بتعملش غير لمصلحتها وحسابها هيبقى عسير. الست دي مرعبة قوي. طبعا ايف مش بتقتنع بالكلام ده وبتشوف مطعم بيبقى حاطط نفس لعبة راقصة الباليه اللي ابوها جابها لها وبتدخل وبتطلب قهوة. هنا بتتفاجئ بواحد بيهجم عليها وبيضربها بدون سبب، وبتقوم له بقى ايف وبتفضل تضرب فيه لحد ما بتخلص عليه. ولما بتطلع فوق بتشوف عاملة المطبخ ماسكه لها سكينة، والغريبة بقى انها بتهجم عليها وبتفضل تضرب فيها وكأنها افضل مقاتلة في العالم مش مجرد طباخة في مطعم. ايف بتقدر تحبسها في المخزن، لكنها بتتفاجئ بناس تانية داخلين عليها المطعم وبتجيب آلة حادة وبتثبتها ببلاستر في السلم اللي معاها وبتخرج لهم بقى وبتشتبك معاهم وبيفضلوا يضربوا في بعض لحد ما بتخلص عليهم كلهم، لكن للأسف بتتصاب في كتفها. وهنا بتخرج لها الطباخة اللي كانت حبستها، لكن ايف بتخلص عليها هي كمان. وهنا بقى بيعرفوا رئيس الطائفة انهم ما خلصوش على الغريبة اللي في وسطهم. بتتفاجئ ان كل الموجودين في المنطقة بيكونوا تابعين للطائفة والكل بيطارد ايف. كل ما بتهرب من واحد بيستلمها التاني، لدرجة ان الناس كانت بتخرج من البيوت ويضربوا فيها. دلوقتي طبعا فهمنا ليه كل اللي بيدخل الطائفة ما بيخرجش منها. فعلا بيقدروا يوقعوها على الارض، وبتيجي المزة لينا علشان تاخدها لرئيس الطائفة وبتتفاجئ من الوشم اللي على ظهرها وبتجري فورا على الرئيس وبتعرفوا انهم مسكوا البنت اللي بتطاردهم وانها بتنتمي لروسكاروما وعلى ظهرها الوشم بتاعهم. طبعا الزعيم بيتصدم لانهم فيما بينهم معاهدات مع روسكاروما تخليهم ما يقدروش يهاجموهم. بيروح الزعيم وبيقابل ايف وبيعرفها انها لو جايه علشان تخطف إيلا فهو مش هيسمح لها بده، لان إيلا بتبقى حفيدته وابوها كان عاوز يبعدها عن عيلتها ويحرمها من ورثها، ده هيكون ظلم للبنت. طبعا ايف بتستغرب انه بيعمل كده في ابنه، لكنه بيعرفها ان ابنه مش هيكون من المجتمع اللي هو بناه وانه عاوز يجوز حفيدته في المجتمع ده ويخليها تكون اسره تابعه للطائفه. هنا بقى ايف بتعترف له انها مش رايحه علشان إيلا، ولكنها رايحه علشان تنتقم لابوها اللي انهى حياته وكان عاوز يخطفها وهي صغيره. طبعا هنا الزعيم بيعرف انها بنت خافير وبيطلع للينا المساعده بتاعته وبيعرفها ان البنت دي تبقى ايف اختها الصغيره. طبعا البنت بتتصدم من كلامه ده، بس في اللحظه دي بيسمعوا صوت رصاص وبيجروا بسرعه على الاوضه اللي فيها ايف. بيتفاجئوا انها خلصت على الحراس اللي معاها في الاوضه وبتطلع تجري ولينا بتروح وراها. بتدخل ايف الكوخ ولينا بتدخل وراها وبتعرفها انها اختها وانهم اتولدوا في المجتمع ده، لكن للاسف ابوها خدها وفضلت لينا في المكان ده لانها كانت كبرت خلاص واندمجت مع الطائفه. بتعرفها كمان ان ابوها كان نفسه يبعدها عن الطائفه دي خالص، لكن القدر هو اللي رجعها. وبتقول لها ان المستشار يبقى جدهم وهو رئيس الطائفة كان عاوز يخلص على والدها لأنه كان السبب في موت بنته اللي هي تبقى أمهم. في اللحظة دي بنشوف المستشار بيؤمر رجالته انهم يخلصوا على الأختين، وفعلا بيفجروا الكوخ بيهم وبتتصاب إيف، لكن إصابة لينا بتبقى أكبر بكتير. وبتعرف أختها إنها كانت نفسها تقابلها من زمان لكنها ما دورتش عليها لأنهم كانوا معرفينها إنها ماتت. هنا لينا وهي بتاخد آخر نفس ليها في الحياة بتقول لها إنها وحشتها وبتموت أختها في اليوم اللي بتقابلها فيها. أما رجالة الطائفة فبيدخلوا للكوخ علشان يتأكدوا إن البنتين ماتوا، وهنا بقى إيف بتقوم عليهم من وسط النار والدمار وبتفضل تضرب فيهم بحتة حديد وكأنها بتشفي غليلها من موت أختها
علشان تنتقم لوالدها من المستشار نفسه. وهنا بيفضل المستشار ينادي على فريقه في جهاز الإرسال، وإيف بترد عليه وبتعرفه إنها هتخلص عليه زي ما خلصت على رجالته. وده بيخلي المستشار يقلق ويتصل بمديرة روسكاروما وبيعرفها إن واحدة منهم نقضت العهد اللي ما بينهم. بيقول لها لو ما لميتيش البنت دي أنا هخلص عليكي وعلى أعضاء روسكاروما كلهم وتلاميذك كمان. ده مش بس كده، ده أنا هخلص على كلابك وقططك. هنا المديرة بتصرخ لا قططي لا، وبتتفق معاه انها تبعت له واحد يخلص على البنت دي ويخلصوا من قرفها. هنا بقى المستشار بيديلها مهلة لحد نص الليل، وبعدها بقى ما تبقاش تيجي تناولوله. هنا نوجي بتسمع المكالمة وبتقول لها بلاش يا مديرة دي برضو بنتنا، بس المديرة بتبقى مصممة انها تخلص على إيف وبتبعت لها البعبع. هنا بقى لما بيروح لها بيعرض عليها نفس العرض بتاع زمان، وهي انها تهرب وكأن مفيش حاجة حصلت. لكن إيف بترفض وبتختار انها تقتله وبتهجم عليه وبيفضلوا يضربوا في بعض. بنشوف البعبع بيحط السلاح على رقبتها وبيعرفها انه مش حابب يخلص عليها ولسه قدامها فرصة علشان تهرب، لكن إيف بترفض وبتختار القتال وبتكمل ضرب فيه. بس هتروح فين فيه؟ ده البعبع برضه بيكسر عظمها وبيمرمطها في الأرض وبرضه بيعرض عليها تمشي، لكن إيف بتعرفه ان المستشار انهى حياة والدها ومش هتقدر تمشي غير لما تخلص عليه. هنا بقى البعبع بيبص في ساعتها بيعرفها ان الساعة 11:30 وبيديلها فرصة لحد نص الليل عشان تخلص على ال100 شر، وبعدها لو ما خلصتش المهمة هو هيخلص عليها وبيسيبها وبيمشي. هنا فريق المراقبة بيبلغ المستشار ان البعبع ساب البنت وانها هجمت عليهم. طبعا المستشار بيؤمر المجتمع كله ان اللي يلاقيها يخلص عليها. بنشوف إيف بتهجم عليهم وبتخلص عليهم واحد ورا التاني، وطبعا بتبقى عاوزة توصل للمستشار. بتاخد منهم سلاح وبتمشي تقتل في اي حد يقابلها، وبتدخل مخزن الاسلحة بتاعهم وبتاخد من هناك الغام وحاجات تانية هتنفعها في انتقامها. المستشار بيجمع رجالته وبيعرفهم انها عاوزاه هو وإيلا كمان، وعلشان كده لازم يقضوا عليها قبل ما توصل لهم. لكن إيف للأسف بتزرع لهم ألغام في كل مكان وبتقضي على كل اللي بيروحوا وراها، وبعدها بقى بتهجم عليهم بسلاح جامد قوي قوي، سلاح بيضرب نار، وبتبدأ تحرق فيهم واحد ورا التاني، وبعدها بتستخبى وبيفضلوا يدوروا عليها وبتطلع لهم فجأة بتضرب بالسلاح الجامد اللي عاجبني ده وبتحرقهم كلهم. وخلاص ما بقاش في وقت على نص الليل وعاوزة تخلص مهمتها. وبصراحة الجهاز ده مخليها تخترق وكر الطائفة بكل سهولة، علشان كده أفراد الطائفة بيخافوا على الزعيم بتاعهم وعاوزين ينقلوه لمكان أمان تاني علشان يحموه، لكنه بيرفض يسيب المجتمع بتاعه ويمشي. وبيبعتوا لها واحد من الطائفة ومعاه سلاح ناري زي اللي معاها. طبعا نار قصاد نار مش هتنفع وهيموتوا الاتنين. هنا إيف بتجيلها فكرة وبتجيب خرطوم مطافي وبتهجم عليه بيه، وبتبقى نار قصاد مية، وإيف ما بقاش قدامها وقت ومش باقيلها غير 4 دقايق بس على نص الليل. بتتفاجئ بإن البعبع بيساعدها وبيخلص على باقي أفراد الطائفة معاها، وبيخش البعبع وبيرعبهم من غير قتال وبيفضل يخلص عليهم واحد ورا التاني. طبعا المستشار ما بقاش قدامه حل غير الهروب، بياخد إيلا في العربية وبيهرب، لكن إيف مش بتسيبهم وبتقف قدام العربية وبتضرب نار عليهم وبتقدر توقف العربية وبتنهي حياة السواق. وبينزل لها المستشار بنفسه وبيقف قدامها، وطبعا ما ننساش انه يبقى جدها. هنا بقى بيضحك ضحكة صفرة كده وبيقول لها انت فاكرة نفسك فزت يا أمرايا؟ لا، ده النظام ده بقاله 1000 سنة ولسه مستمر وهيستمر بيا أو من غيري. وبيفتخر كده شوية وبيقول لها هنكبر أطفالنا ونطلعهم قاتلة زي لينا أختك كده، وإيلا كمان هنطلعها قاتلة محترفة. أمال انت فاكرة إيه يعني؟ مش أحسن منك اللي بقيتي قاتلة غصب عنك ومش برضاكي؟ الراجل ده فاهم هو بيقول إيه. طيب في اللحظة دي بنرتاح كلنا بقى من المستشار ومن كلامه اللي بيخلي دماغنا تعمل ايرور، والبعبع بيضربه بطلقة بتنهي حياته. أوف أخيرا. والبعبع بيتصل على مديرة روسكاروما بيعرفها انه خلص عليه هو وإيف. بترجع إيلا لوالدها اللي بيبقى في المستشفى، بتروح على فندق الكونتيننتال وبنشوف ويلسون بيقول لها انها قطعت راس الأفعى بس انما الجسم لسه عايش ولازم تخلي بالها من نفسها. بعدها بقى بترجع لبيتها الأساسي روسكاروما وبيجددوا لها عقدها ب5 مليون دولار كراقصة باليه ظاهريا وكقاتلة محترفة باطنيا. بكده بيخلص فيلمنا. استنونا في أفلام جاية كتير، وسلام.